يونس العالمي، رئيس لجنة الإعلام والتواصل بجمعية فاس سايس. جمعية فاس سايس ما يمكنش تسمع التوجيهات ديال صاحب الجلالة واللي كيعبر عليها في الخطب الملكية السامية، وكان آخرها في البرلمان الجمعة الماضي، وما تلبيش النداء، والنداء كيتلبى عن طريق أفعال. والافعال هي هاد الندوات هذه اللي كتبرز بشكل مباشر الدور ديال المجتمع المدني في الانخراط في العمل وفي الدبلوماسيه الموازيه. جمعيه فاس سايس فهذا دورها، هي منذ التاسيس منذ سنه 1985، وهي عندها لو ستاتيو ديال لوتيليتي بوبليك، وهي كتسهر على باش دير انشطه اجتماعيه ثقافيه سنويا، وعندها هذا البعد وهذا الحس الافريقي، بحيث سبق لنا ان نظمنا اول كرفان ميديكال بالنسبه للافارقه، وكانت هذا لا كرفان تلبيه النداء ديال صاحب الجلاله اللي كان كيعطي ولا زال يعطي اولويه قصوى لهاد المهاجرين، وكيعتبرهم بحال باقي الشعب المغربي. اليوم شراكه ما بين جمعيه فاس سايس ومؤسسه دوتشي، اجتمعنا للاحتفال بواحد ليفينمون اللي سميتو لي زانكونتري 2024، وكانت فرصه باش تكون واحد النقاش مستفيض على دور المغرب والاتحاد الاوروبي في تنميه القاره الافريقيه. فكل المتدخلين اللي كانوا لا مغاربه ولا اجانب، وبالخصوص من دوله ايطاليا، اشادوا بالدور الفعال ديال صاحب الجلاله في تنميه المغرب، وايضا في تطوير هذه الشراكه ما بين المغرب والدول الافريقيه. وتم التذكير بالاساس على الدور الفعال اللي قام به صاحب الجلاله خلال هذا العقدين من الزمن، وهذه الجولات المكوكيه اللي دار في واحد اكثر من 40 دوله افريقيه، واللي توجت بعوده المغرب الى اسرته افريقيا سنه 2017 في اديس ابابا، واللي توجت ايضا بواحد العدد ديال الشراكات، اكثر من 1000 شراكه مع هذه الدول، شراكات تجاريه وشراكات ثقافيه، وعندها واحد البعد اقتصادي وتنموي محض. وتم تذكير ايضا بالعمليه ديال الادماج ديال المهاجرين الافارقه، واللي تقريبا وصلنا اليوم اكثر من 90,000 مهاجر افريقي اللي عندهم لا كارت دو سيجور او ماروك، واللي كيعيشوا في المغرب وكيخدموا في المغرب، واللي المغرب ما بقاش غير دوله عبور من افريقيا الى اوروبا، ولكن اصبح دوله ديال الاستقرار وديال المعيش وديال المهجر ديال الافارقه. بحيث ان اذا كان المغرب اليوم عنده دياسبورا في الاوروب، المغاربه اللي عايشين في اوروبا، فهو ايضا كيستقطب مهاجرين من افريقيا وايضا من اوروبا. وهذا ان دل على شيء انما يدل على ان المغرب ماشي بواحد خطى حثيثه في التنميه ومتسارعه تحت القياده الرشيده ديال صاحب الجلاله نصره الله. شكرا لكم.